شايفين الاستك ده؟ لازم يبعد علشان يقرب، ولازم نخليه يرجع بالراحة وبراحته خالص، علشان لو سبتيه يرجع مرة واحدة هيلسعك، صح؟ هو كده الراجل بالظبط، وهي دي دورة الحب عنده. زي الاستك بيحتاج يبعد علشان يقرب. يعني ايه برضو؟ تعالوا نشوف. النهاردة معادنا مع الحلقة ال5 من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لجون جراي. وزي ما عودتكم الحلقة دي منفصلة تماما عن ال4 حلقات اللي فاتوا، فتقدر تكملها للآخر، وهسيب لك لينك ال4 حلقات اللي فاتوا في الديسكريبشن بعد ما تخلصها ترجع تشوفها. ولو أول مرة تشوفني، أنا ميرنا أنور، وانت هنا في برنامج ريديو لشرح وتبسيط الكتب. الرجالة زي الحزام المطاط أو الأستك، لازم يبعدوا شوية علشان يقربوا أكتر. حبهم عبارة عن قرب ثم بعد أو انسحاب ثم قرب تاني. وستات كتير بتستغرب لما تدرك إن الراجل لما بيحب ست فبيحتاج بصورة دورية، يعني من فترة للتانية، إنه ينسحب بعد ما قرب. وده شعور فطري عند الراجل، غريزة، يعني زي غريزة الأمومة عندنا، مش قرار ولا اختيار ولا غلط منه ولا عيب فيكي. بس الستات برضو يا جماعة غصب عنهم بيفسروا انسحاب الراجل ده غلط، وبيجي في بالهم أسباب مختلفة خالص. ليه؟ لأن الستات أصلا بتنسحب لأسباب مختلفة. بتنسحب لما تنجرح وتكون خايفة تنجرح تاني، بتنسحب لما تتخان، لما يتغلط فيها، لما يخيب ظنها في اللي قدامها، أو ما تكونش واثقة فيه فتنسحب لأن هي مش هتقدر تكمل معاه. الراجل برضو أكيد بينسحب للأسباب دي، بس برضو بينسحب حتى لو ما عملتيش أي حاجة غلط. هقولك ليه ببساطة، وملخص كل اللي قلناه واللي لسه هنقوله، إن أي راجل بيحب الحرية، بيحن الأيام العزوبية. حرية، عزوبية، ده أنا عليا جمل. فتلاقيه بعد ما يقرب منك وياخد احتياجه من الحب، وبصورة تلقائية فطرية يبدأ ينسحب أو يبعد. والست بصورة تلقائية برضو بتبدأ تخاف يكون بطل يحبها، تخاف يبعد وما يرجعش. بس اللي هي ما تعرفوش إنه هيرجع وهيكون أحسن من الأول كمان. الراجل زي فصول السنة كده، شتاء، ربيع، صيف، خريف، بيتعاقب آليا بين احتياج الحب واحتياج الحرية. تعالوا نشوف مثال يوضح لنا الصورة أكتر لقصص ناس حقيقية راحوا لجون جراي كاتب الكتاب بتاعنا، بحكم إن هو استشاري علاقات، علشان ياخدوا رأيه. أحمد ومنى 2 مخطوبين وبيحبوا بعض جدا، كانوا بيخرجوا ويتفسحوا ويقضوا وقت كتير سوا، والدنيا كانت تمام لمدة 6 شهور. فجأة أحمد ابتدى يتغير ويبعد شوية. منى الحقيقة ما كانتش فاهمة سبب انسحابه المفاجئ، وبتقول له جون جراي ده كان في وقت من الأوقات لطيف لأقصى درجة تتخيلها، وبعد كده ما بقاش حتى عاوز يتكلم معايا، ولما بكلمه بحسه بيقفل في الكلام على طول كده. حاولت بكل الطرق إن أنا أرجعه ليا، بس للأسف الأمور بقت أسوأ. الظاهر إنه بعيد جدا، وأنا حتى مش عارفة إيه الغلط اللي أنا عملته. هو أنا وحشة قوي كده؟ الفكرة كلها إن لما أحمد انسحب وبعد، منى خدت الأمر بصورة شخصية، خدتها إنه عيب فيها أو غلط منها. وده رد فعل أغلب الستات، تفتكر إن هي غلطت في حاجة وتقعد تلوم نفسها وتأنب ضميرها وتحاول تسأله في إيه علشان تصلح الوضع ويرجع تاني. لكن كل ما بتحاول تقرب هو بيبعد أكتر. مش قلتلكم شبه الأستك بيروح بعيد ويرجع لوحده، بس إمتى؟ لو سبتيه. ده السر اللي تعرفه نسبة قليلة قوي من الستات، إن لما الراجل يبعد وتحاولي تقربيه هو بيبعد أكتر، لأنك كده بتمنعيه إنه يتمدد لكامل مسافته علشان يقدر يرجع تاني، وبالجري وراه بتمنعيه يحس إنه محتاجلك وإنه عاوز يكون معاكي. واحفظيها كويس قوي، الراجل لو ما حصلش على فرصة للانسحاب فمش هيلاقي أبدا رغبة في الاقتراب. ومش بس الحياة هتبقى روتينية ومملة، ده في مشاكل كتير انت في غنى عنها هتحصل بسبب الموضوع ده. كملوا معايا الحلقة وانتوا هتعرفوها. واللي الرجالة برضو لازم يكونوا عارفينه، ان انت لما بتنسحب بترجع بكامل طاقتك للحب، بترجع وكأن مفيش حاجة حصلت. الست بقى غير كده، بتحتاج لوقت أطول شوية علشان ترجع لنفس مستوى الحب اللي انت سبتها عليه، خصوصا لما كانتش فاهمة احتياجك ده، وحست لما انت بعدت بتوها ولخبطة ومش عارفة فيه ايه ولا بيحصل ايه، ولا انت راجع ولا مش راجع، ولا هي كفاية ولا مش كفاية، ولا هي عملت ايه اصلا. فلو ضغطت عليها في الوقت ده وحسيت ان انت ما عملتش حاجة وان هي اوفر ومكبرة الموضوع، هتلاقيها بتقولك انا مش بزرار تبعد وقت ما انت عاوز وترجع وقت ما انت عاوز.
وعاوز ترجع تلاقيني زي ما انا بحطت ايدك؟ لا. كمل برضو معايا وهقولك تعمل ايه في حوار الزرار ده. المهم بقى نرجع لمنى. منى بعد ما اتعلمت تدي لاحمد مساحته وسابته ياخد مسافته، القافية دي يا جدعان، اكتشفت انه رجع ليها، واتدربت ان هي ما تجريش وراه لما ينسحب او يبعد، تسيبه براحته وتثق ان كل حاجة هتبقى تمام وانه في كل مرة هيرجع ليها. طيب على افتراض انه مرجعش وان هو بعد علشان هو بطل يحبك، ولقيتي كل مخاوفك اتحققت قدام عينيكي، عمر ما جريك وراه هيرجعه يحبك. في كل الاحوال ده اكبر غلط انت ممكن تعمليه في حق نفسك. الانسحاب ده يا جماعة عامل زي الكهف اللي قلنا عليه في الحلقة التانية. الكهف هو بيدخله لما يكون متضايق او مضغوط وعاوز يدور على حل لمشكلته بعيد عن اي حد خالص، زي ما قلنا دي طبيعة الرجالة. الانسحاب ده برضو سبب تاني من الحاجات اللي بتخليه يدخل الكهف، بس المرة دي مش شرط يكون فيه مشكلة. المرة دي حاجة فطرية عنده، عاوز يحس ان هو حر، عاوز يسافر مع اصحابه، عاوز يسافر لوحده، عاوز يخرج لوحده، عاوز يقعد على القهوة مع اصحابه او لوحده، عاوز ينزل يلعب بلاي ستيشن، عاوز يبيت بره، عاوز يحس ان هو حر، عاوز يحس بيوم من ايام العزوبية. ده هيفرق كتير في نفسيته وهيفرق كتير في علاقتكم. خلينا عارفين يا جماعة ان احنا لما اتخطبنا او اتجوزنا ما مضيناش عقد احتكار للطرف التاني. وبرضه حطوها حلقة في ودنكم، كل الممنوع مرغوب. كل ما هتمنعيه اصلا بغض النظر عن المشاكل اللي كمان دقيقة هقولك عليها، كل ما هيكون عاوز يهرب. المهم الستات بعد ما فهمتوا النقطة دي وفهمتوا ان فعلا البعد والانسحاب هو اللي بيحقق للراجل التوازن في علاقته بيكي، لما يرجع بقى بلاش لوم وما تقلقيش، هو هيرجع كأني مفيش اي حاجة حصلت، وما تضغطيش عليه يفهمك ايه سبب اللي حصل، لانه ما عندوش سبب. لان في منهم يا جماعة فعلا مش بيكون فاهم كل اللي قلناه ده، هو حس ان هو محتاج يبعد من غير اي حاجة، ما عندوش مبررات لده، لان زي ما قلنا دي حاجة فطرية. فانت كده بتضغطيه، ولو ضغطتيه هيخاف يبعد تاني، ولو خاف يبعد تاني ده مش في مصلحتك خالص، لانه هيبقى زي تامر. مين تامر ده؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لو الراجل ما انسحبش. تامر وشيرين 2 متجوزين بقالهم 2 مش بيفترقوا ابدا ابدا خالص. طبعا هتقولولي الله دي قصة حب مثالية، ده انا نفسي جوزي بعد ما يرجع من الشغل يفضل قاعد على الكنبة جنبي ما يتحركش، بحبه. استني بس تتقالي وانت اللي هتغيري رأيك. بعد مدة تامر بقى ساكت على طول، بقى عصبي وكئيب وسخيف وشيرين قالت انه بقى بني ادم لا يطاق وصعب العيشة معاه. جربت كل حاجة علشان تغير موده بس مفيش فايدة. طلبت منه ان هما يسافروا او يخرجوا يتعشوا بره او يروحوا سينما، لكن كان دايما رافض. هو كل اللي هو عاوزه ينزل شغله، يرجع من شغله يقعد قدام التلفزيون، يدخل ينام، وهكذا. شخص ممل روتيني مش عاوز يتحرك. بس شيرين كانت ناصحة. شيرين فهمت الكلام اللي احنا قلناه ده، وفهمت دورة حياة الحب عند الراجل، وبالتالي عرفت المشكلة فين. المشكلة ان تامر وشيرين كانوا بيقضوا وقت اكتر من اللازم مع بعض، والحقيقة ان هم كانوا محتاجين يقضوا وقت اكتر منفصلين. لما الراجل يقرب اكتر من اللازم وما تديلوش فرصة ينسحب، هي دي بتكون النتيجة. تامر كان بيحس بتأنيب ضمير لما يقضي وقت لوحده، وبيفترض انه لازم يشارك مراته في كل حاجة، وانه خلاص مجرد ما اتجوز حياته اللي بره بيته دي انتهت. وعلى الجانب التاني شيرين برضو كانت بتفترض ان هما لازم يعملوا كل حاجة سوا، وكانت بتخاف يتضايق لو خرجت مع صاحباتها وسابته او عملت اي حاجة ممتعة لوحدها. شيرين بتحكي لجون جري وبتقوله ده انا في مرة بس رحت اعمل شوبينج ورجعت لقيت تامر زعلان مني جدا. تامر قال لها انا يا بنتي؟ قالت له انت. قال لها انا فاكر اليوم ده كويس جدا، والحقيقة انا زعلت، بس ما زعلتش علشان انت خرجتي وسبتيني، انا زعلت عشان انت صرفتي فلوس كتير قوي. والحقيقة انا فاكر اليوم ده جدا لاني فاكر قد ايه اليوم كان جميل، وانا حاسس ان البيت كله بتاعي لوحدي، بس ما كانش عندي الجرأة اقولك كده لاني كنت عارف ان انت هتزعلي. شيرين قالت له انا اللي انا فهمته ان انت مش عاوزني اخرج من غيرك علشان كده زعلت. قال لها بلاش يا جماعة افتراضات، وبلاش نخلي الطرف التاني يكون خايف يقول لنا على اللي فعلا بيريحه، احسن نزعل
وبلاش نشخصن الامور وناخدها بصفة شخصية، ان هو لو عاوز يخرج مع اصحابه يبقى هو كده ما بقاش يحبني ومش عاوز يقعد في البيت، او ان هو لو مش عاوز يجي معايا وانا بعمل شوبينج وقال لي اخرجي مع واحدة من صحباتك يبقى هو عاوز يقعد في البيت لوحده. ليه؟ الحياة ابسط من كده بكتير. الحياة كلها والمشاكل كلها سببها ان احنا طبيعتنا مختلفة مش اكتر. لو فهمنا طبيعتنا وفهمنا طبيعة الطرف التاني وفهمنا احتياجاتنا وفهمنا احتياجاته، هنقدر نشبع احتياجاتنا احنا الاتنين ونعيش علاقة صحية. وصدقوني وعن تجربة كده الحب بيتجدد وبيكون صحي اكتر. علاقة صحية بنراعي فيها طبيعتنا البشرية من غير ضغط ولا تحكم ولا سيطرة ولا امتلاك. فأي ست بتسمعني، ولو راجل برضو ابعت الفيديو لمراتك او خطيبتك، تخيلي ان طبيعة الراجل دي حاجة في مصلحتك انتي اكتر منه. احنا كستات برضو بنحتاج من فترة للتانية نفصل، فهتلاقي نفسك كل فترة بتحني لحياتك في بيت اهلك من غير مسؤولية وقت العزوبية، وانك ترتاحي وتبعدي عن كل حاجة، او تخرجي خروجة حلوة مع اصحابك تقضوا فيها اليوم كله من غير ما تكوني شايلة هم حاجة. فحقيقي مش فكرة ان انت بزرار ولما يرجع هيلاقيكي مستنياه وكأن شيء لم يكن وكأنه ما عملش حاجة. لا، المفروض دلوقتي ان انت بقيتي واعية وفهمتي السبب الحقيقي اللي هو اصلا ممكن ما يكونش فاهمه. فاحسبي الموضوع من ناحية تانية خالص. انت بتحتاجي حريتك برضو. في الوقت ده تقدري تقابلي صحابك وتخرجي، تقدري تفضي دماغك خالص وتقعدي لوحدك. ولو عندك ولاد تقدري تعملي معاهم أكلة حلوة وتستمتعي بالقعدة معاهم، أو تقعدي معاهم تتفرجي على كرتون، أو تاخديهم وتنزلوا في أي مكان هما يلعبوا وانتي تقعدي تقري كتاب، أو تروحي عند أهلك وتسيبيه من غير ما يكون عندك تأنيب ضمير ان انتي سايباه لوحده. ده يا سلام لو انتي مجرد ما حسيتي ان هو عاوز كده يقعد لوحده وقلتيله انا هريحك النهارده واخد الولاد واروح ابات عند بابا، هتلاقيه بيقولك بجد انتي مش زعلانه يعني؟ لا خالص يا حبيبي، انت اكيد عاوز تفصل وتقعد لوحدك وعاوز ترتاح. او لما تيجي تقولي له حبيبي انت بقالك كتير ما خرجتش مع اصحابك، ايه رايك تنزل تقضي معاهم الويك اند ده؟ حتى لو كنت كل الفتره اللي فاتت دي بتعملي عكس كده، فتقدري تبدأي من دلوقتي واركني كل خوفك على جنب. وخلي بالك ان انت لو دايما بتخافي ترفضي انسحاب الراجل او بعده، وتتضايقي بقى لو نزل قعد على القهوة مع اصحابه، او تتضايقي لو خرج مع اصحابه او نزل يلعب بلاي ستيشن، او حتى راح بيت عند حد من اصحابه او سافروا سوا، ان ممكن يكون في حاجة جواكي محسساكي بعدم الامان، سواء علاقة فاتت في الماضي او اي حاجة في الماضي من وانت طفلة صغيرة، وليكن مشاكل بين مامتك وباباكي خلتك دايما حاسة بعدم الامان، وحاسة انه من الاخر كده اللي بيروح ما بيرجعش. ركزي كويس قوي. ومهم جدا يا جماعة نفهم اللي جوانا، عشان ساعات بيبقى رد فعلنا مش متناسب خالص مع الموقف، ويخلينا ننسى ان كل حد فينا مهما ارتبط ومهما خطب ومهما اتجوز فهو لازم يكون ليه مساحته الشخصية. دي علاقة حب مش عقد احتكار، وعمر ما كان امتلاك الطرف التاني والسيطرة عليه والتحكم ضمان ان هو مش هيبعد. بالعكس ده ساعات بتكون اكتر حاجة يخليه يبعد لانه اتخنق. بطريقتك دي طول ما انت عاوزاه يفضل جنبك انت بتخنقيه مش بتريحيه ومش بتخليه يفضل جنبك برضه. المهم ما تكونيش جزء من مشكلة ملهاش وجود اصلا، بلاش تختلقيها، وبلاش تطرديه لما ينسحب وتعاقبيه لما يرجع. يعني بلاش تجري وراه في كل اوضه وتقعدي تساليه فيه ايه مالك، خلي بالك انت باسلوبك ده بتضايقني وتخليني اطفش منك، انا ما بقيتش فاهماك، انا زعلتك في حاجه، طب قولي بس عملت ايه. وتفضلي بقى مشغله اغاني حزينه في البيت، مجروحه بجد ومش عارفه ارد، علشان تصعبي عليه وتبيني له قد ايه انت وحيده وشريده وحزينه. والانيل بقى لما يرجع تعاقبيه، مش انت بقى بعدت واتغيرت، طب استنى عليا اتقل. فلو مخطوبين طب اهو، وتقفلي له الموبايل او ما ترديش على مكالماته او ما تكونيش عاوزه تقابليه. ولو متجوزين تتجاهليه وكانه مش في البيت اصلا، كانك مش شايفاه. بس تاني وتالت مش هزهق وهفكرك، لو عملتي كده هتخليه خاف ينسحب وهيبقى زي تامر. ما هما يعني على الناحيه التانيه هما برضو مش عاوزين وجع دماغ، يعني مش عشان اريح نفسي فهبعد ارجع الاقي مشاكل، خلاص يا ستي مش خارج مع اصحابي. الرجاله كمان زي ما كان مهم قوي نفهم كل اللي فات ده، مهم قوي نفهم ان الماضي ممكن يكون مؤثر عليك انت كمان في حاجه زي دي. يعني مثلا وانت طفل لو كنت دايما شايف خلافات بين مامتك وباباك لانه انسحب او بعد، فهتكبر وعلى مستوى اللاواعي هتكون خايف من الانسحاب،
وممكن اصلا ما تكونش عارف ان انت محتاج الانسحاب او محتاج ان انت تبعد، وتكون دي اول مرة فعلا تسمع الموضوع ده او تفهم اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه. فغصب عنك هتختلق مشاكل لتبرير انسحابك قدام نفسك قبل ما يكون قدام شريكة حياتك. هتكون على مستوى اللاواعي رافض فكرة الانسحاب، لانك خايف تكون لوحدك، خايف تفقد حب شريكة حياتك، لانك شفت في طفولتك رفض مامتك لباباك. وفي نوع تاني بقى عكس اللي مش بيعرفوا ازاي ينسحبوا، مش بيعرفوا ازاي يقربوا، نوع مش حنين قاسي كده، ما عندوش اي مشكلة ان هو ينسحب ويبعد مجرد ما يحس ان هو عاوز كده. بس زي ما قلنا ده عادي، ايه علاقته ده بان هو مش حنين؟ ما زي ما قلنا دي طبيعته ودي حاجة فطرية، وعمالة تقول لنا يا ميرنا من اول الحلقة ان حقه ان هو يبعد. اللي مش عادي بقى ايه؟ ان هو مش بيقرب تاني، مش بيقدر يرجع، بيكون جواه وعلى مستوى اللاواعي مش مطمن ومش واثق ان هو هيكون مرحب بيه لو رجع، والاتنين هيواجهوا مشاكل. علشان كده مهم نعرف نفسنا وندرك سواء كنا راجل او ست أهمية الانسحاب والبعد وأخذ بريك صحي، وأهمية المساحة الشخصية لكل واحد فينا، وأهمية إن كل واحد في الطرفين يبقى ليه أنشطة مختلفة بيعملها مع ناس تانية مختلفة. مش كل حاجة في حياتنا متمحورة حوالينا إحنا الاتنين بس. ومش معنى الكلام ده يا جماعة إن إحنا نبعد باليومين والتلاتة والأربعة والأسبوع، لأ، صدقوني كام ساعة في اليوم أو حتى يوم الويك إند كامل كفيلة إن هي تعمل ريفريش وتجديد للعلاقة، وتحسس الراجل إن هو انسحب شوية وإن هو خد جزء من حريته. وفي النهاية مهم قوي في بداية أي علاقة وقبل ما تنسحب تفهم خطيبتك أو مراتك احتياجك ده، وده مش هيحصل غير لما انت تفهم نفسك. فاتمنى الفيديو يكون فادك، وسواء اللي بتسمعني انت الراجل أو انت الست ابعت أو ابعتي الفيديو للطرف التاني وخليه يفهم نفسه ويفهمك. وما تنساش تنزل تحت في الديسكريبشن عشان تشوف ال4 حلقات اللي فاتوا. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الحلقة الجاية، لأن النهاردة زي ما شفنا ازاي الرجالة زي الأستك بيبعدوا علشان يقربوا، فالحلقة الجاية هنشوف ازاي الستات زي الموجة يوم تحت ويوم فوق. باي باي.